إذا ردت تشتري تابلت أو آيباد للدراسة أو اللعب الألعاب، أنا أنصحك بشدة تاخذ الريدمي باد. ليش؟ تعالوا نتعرف عليه أكثر بالفيديو. اجى التابلت بشاشة من نوع ال IPS LCD بحجم 10 إنش وبدقة 1200 في 2000 بكسل مع كثافة بكسلات 220 بكسل لكل إنش. تشكل الشاشة تقريبا نسبة 81% من الواجهة الأمامية للهاتف. وأحلى شيء بالشاشة هو التردد. اجت الشاشة بتردد 90 هرتز، وهذا الشيء اللي خلى استخدام الهاتف سلس سواء بلعب الألعاب أو بمشاهدة الأفلام. وبالمختصر شاشة الهاتف جميلة جدا وبألوان متناسقة وبتردد عالي، ومستحيل تحصل تابلت بهذا السعر ويجي بهيج شاشة رائعة. وأما عن أداء الهاتف، يجي الهاتف بمعالج ميدياتك هيليو G99 اللي يعتبر أفضل معالج بهاي الفئة السعرية، لأن ينطينا أداء جيد ومستقر أثناء لعب الألعاب أو بالاستخدام العادي. هذا المعالج مصنوع بأحدث دقة تصنيع اللي هي 6 نانومتر، ويعتبر المعالج من أفضل المعالجات بتوفير الطاقة. المعالج ينطينا عدد فريمات 60 فريم بشكل مستقر، وأكو اوبتمايز للمعالج ينطينا من 80 إلى 90 فريم. وهذا الشيء أكثر من رائع يقدم المعالج، خصوصا ويا شاشة التاب اللي تجي بحجم ودقة رائعة وتردد عالي. ويا هاي الشاشة الكبيرة والتردد العالي أكيد نحتاج بطارية كبيرة حتى تصمد ويانا الأكثر وقت، وهذا الشيء اللي يوفرته شاومي بالتابلت. اجى التاب ببطارية بقوة 8000 ملي أمبير وبشاحن بقوة 18 واط، وأكيد حجم البطارية يعتبر جيد جدا خصوصا ويا المعالج الموجود بالهاتف اللي يعتبر المعالج موفر للطاقة. ووفرت لنا شاومي صوت ستيريو بالتابلت ب4 سماعات، وهذا اللي راح ينطينا تجربة مختلفة بمشاهدة الأفلام أو لعب الألعاب، وراح تحس بمتعة مشاهدة الأفلام بفضل السماعات الستيريو اللي راح تنطي للمؤثرات الصوتية حقها. التابلت يجي برام 6 جيجا مع 128 جيجا بايت كتخزين، وهذا الشيء يعتبر جيد جدا بهاي الفئة السعرية. واما عن كاميرات التابلت اللي خليتها آخر شيء، لأن دائما الكاميرات اللي تيجي بالتابلت تكون متواضعة وما حد يركز على الكاميرا، لأن التوجه الحقيقي للتابلت مو للتصوير. ومع ذلك يجي التابلت بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل بأداء جيد ومقبول نوعا ما. بالنهاية وباختصار، هذا التابلت جيد جدا وملائم للاستخدام العادي أو لعب الألعاب أو لمشاهدة نتفليكس، أو بالحقيقة هي مشاهدة سينمانا، لأن احنا بالعراق قلة اللي يشتركون نتفليكس. على العموم هذا التابلت من وجهة نظري جيد جدا كأداء أو كشاشة، وأنا أنصح به لأن يجي بمواصفات جيدة وممتازة بسعر مناسب جدا اللي هو $225 فقط. وهذا كان كل شيء على التابلت.